ده الحمد لله بجد. الحمد لله بجد، رغم السيناريوهات ورغم الماتش اللي بوظ أعصاب الواحد ده، الأهلي قدر يكسب. الحمد لله، رغم إن لعبتنا كانت متعمدة تخسرنا الشوط بتضييع فرص غريب، وإنك تفضل لحد الأشواط الإضافية بالحال ده، فالحمد لله بجد. وقبل أي حاجة شكرا لكابتن شيكابالا، بجد يعني جمالك كترت علينا. بجد يعني الحمد لله، نزولك دايما بيجيب البركة لينا. الحمد لله. النهاردة يعتبر كولر قدر يعمل شكل حلو للأهلي، وفعلا النهاردة الأهلي أدى أداء كويس جدا، خصوصا الشوط الأول ومعظم الشوط التاني. إنك بدأ بتشكيل يعتبر هو الأصح، شناوي وربيعة وياسر ويحيى عطية الله وأكرم مكان عمر كمال، عشان عمر كمال يعتبر كان لسه راجع من الإصابة فما جازفش بيه، وقدام كوكا ومروان وإمام وحسين وطاهر ووسام. قدرت إنك في خلال أول 10 دقايق مسيطر ومستحوذ، وقدر إمام بكرة بينية ممتازة يلعبها لحسين، اللي بدون تفكير اللي هو يلعب بقى على طول كده تيجي في رجل عواد. يعني لو كان ركز سنة بس كان قدر يفنشها أحسن من كده، في استعجال برضه. وبرضه بعدها خلال برضه 10 دقايق وسام برضه ضيع كورة كان لعبها انفراد، بدل ما يبصيها ويسندها لحسين اللي جاي خالص والجون مفتوح له، قرر اللي هو اللي يشوطها وضاعت. غير بقى الكرة بتاعت القايم بتاعت يحيى عطية الله، وغير كرة القايم بتاعت وسام. يعني يعتبر زيزو اتصالح مع القائم واحنا اللي بقى معاندنا. خلص الشوط الأول، اللي هو كان يعتبر من جانب واحد وجانب الأهلي مفيش فيه محاولات من الزمالك، اللي يعتبر كانت تسديدة من محمد شحاتة، وكانت سهلة أتعامل معاها الشناوي. نزل الشوط التاني، الأهلي بيحاول أو بيعمل فرص كتير، بس في فرص غريبة وتعامل غريب بيضيع، وفي كذا فرصة فيها استعجال زي كرة إمام اللي هي شاطها على طول ديت، لو كان سندها للي كان جاي كان ساعتها فاتح له تقريبا كان طاهر، لو كان سندها له كان قدر يخلصها ويسجل هدف. وكان برضو في كذا قرار غلط يعني، فكان الحمد لله. عامة الماتش يفضل لحد ما نيجي لأشواط إضافية. آه بس قبل الأشواط الإضافية كان الزمالك يعتبر في آخر ربع ساعة يعتبر كان ليه ظهور وليه خطورة، وكان في تعامل كويس جدا مع يحيى عطية الله والشناوي برضو في كذا كورة. كان ممتاز. نيجي بقى الأشواط الإضافية ينزل قفشة مكان إمام، وكان قبلها حصل تبديلات اللي هو السولية السولية نزل مكان كوكا، ورضا سليم نزل مكان تاو، وحصل برضو رامي ربيعة طلع الإصابة ونزل مكانه يوسف أيمن. ينزل قفشة يعني أول لمسة ليه يعمل 1-2 مع حسين، يعمل 1-2 جوه المنطقة. تيجي الكورة لوسام اللي يضيعه الجون فاضي. يعني مش فاهم في ايه، يعني وسام بقى غريب أوي في الفرص دي بالذات وبقى يضيع كتير، فأتمنى إن ده كله يتعالج، والفرص اللي ضاعت النهاردة كتير بالكم دي تتعالج قبل ماتش العيد. المهم برضو الماتش فضل كده لحد ما وصلنا ضربات جزاء. الأهلي سجل الأولى وبعدين الزمالك سجل الأولى، الأهلي سجل التانية، وبعدين الزمالك المثلوث يدخل الشناوي يقدر يتصد له، وبعدين التالتة بتدخل هنا، الرابعة هنا، خمسة هنا خمسة هنا، بعدين الأهلي يضيع، بعدين وش السعد تتصد منه الحمد لله. بعدين فضلنا على الحال ده لحد ما في الآخر حسين الشحات سجل، وبعدين إيه
عمر جابر الحمد لله جابها في العارضة. فالحمد لله فوز مهم. بطولة إنك تبقى داخل بمعنويات عالية قبل مباراة العين دي، تفرق معاك، تفرق مع اللعيبة، تفرق مع كولر اللي بدأ وعمل كل حاجة النهاردة في الكورة. لولا تقصير اللعيبة الماتش يخلص 3 أو 4 مرتاح. فالحمد لله. ونتمنى إن التأثير في تسجيل الأهداف ده يتعالج، ونتمنى اللعيبة يبقى حاسمة أكتر من كده. وشكرا مستر كولر البطولة العاشرة، وشكرا الشناوي عمل ماتش كويس، وعمل بطولة يعني النهائي قدر يتصدى فيه ركلتين جزاء، إني كنت مقلق منه بس الحمد لله. ونتمنى اللعيبة إنها تفوق عشان احنا داخلين على بطولات مهمة وسيزون مهم. ده يعتبر بداية الموسم ليك، ولسه قدامك تحديات كتير، ولازم يعني يبقى فيه تركيز شوية. وده العادي بتاعنا اللي احنا نكسب عادي، مش هتلاقي فرحة اوفر، لان ده العادي، انما انت الحرمان عندك بيخليك كده. شكرا لله.